واخيرا رئيس الكاف باتريس موتسيبي يبدي ردة فعل على التحكيم والمستوى تاعهم في لاكوب دافريك الاخرى بالمغرب، ويقرر فتح تحقيق حول ما حدث في مباراة تنزانيا امام المغرب والجزائر امام نيجيريا وهدف السنغال الملغي. ولجنة الانضباط تتجه لمعاقبة عيسى سي وغيزلان اتشو وجون جاك نضالا. اصبر دقيقه اصبر. وقيل امنت هذه الاسطوانه. يوم المهبول هذا خرج بيان في الموقع الرسمي تاع الكاف قال لهم التحكيم في كاس افريقيا كان نزيه لابعد الحدود، وزيد هذه قال لهم لقد قمنا خلال السنوات القليله الماضيه بتحسين جوده ونزاهه واستقلاليه ومهارات وخبرات الحكام الافارقه ومشغلي تقنيه الفيديو. ومن نهار وليت رئيس الكاف حرص باش تكون لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي مستقله ومحايده، وهكذا دارت افضل الحكام المؤهلين والمحترمين في كاس افريقيا بالمغرب. ويختمها لهم بالقول من المهم جدا أن ينظر إلى الحكام الأفارقة ومشغلي تقنية الفيديو ومراقبي المباريات على أنهم محايدون وعادلون على مستوى عالمي، وأن يحظوا بالاحترام والتقدير على هذا الأساس. يا خويا قولوا والله، أقسم بالله يا خوتي ما راني نكذب عليكم. وغير هذا واش جا في البيان اللي نشروه، وتقدر تروح للموقع الرسمي تاعهم وقراها بالفرنسي والانجلي. يرحم باباكم. دوك هذه هيئة تستنى منها حاجة. لو كان جات المقدمة اللي درتها صحيحة رب اللي صرات معجزة. السيد بعد الفضائح التحكيمية والضجة الكبيرة اللي دارت خرج يمدح ويثني عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله.